السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد مع حضراتكم من قناتكم لفة في مصر. احنا دلوقتي يا حضرات في شارع بورسعيد، وانا كنت لسه منزل لحضراتكم فيديو في شارع بورسعيد، وكنا بنشوف ايه اعمال التطوير واعمال الانشاء فيه. الشارع ده زي ما كنت موضح لحضراتكم من اهم الشوارع الرئيسية اللي في مدينة القاهرة، اللي بتربط اماكن كتير حيوية كتير ببعض. بصوا هنا الرصيف يا جماعة، هنا اهو لو موضح في الفيديو قدام حضراتكم، ده الرصيف القديم. ابتدى الرصيف ده هيتم تطويره بالكامل. طبعا كان الوضع الاول كان بنفس يبقى الحال كما هو عليه كده. دي السفلته بتاعت الشارع، ده منظر الرصيف. هنشوف بقى قدامي حضرات كمان خطوتين بسيطه ايه اللي حصل. طبعا احنا هنا بيكون على شمالنا منطقه الشرابيه، وبيكون على يميننا منطقه حدائق القبه وشارع الخليج المصري ودير الملاك ومنطقه حدائق القبه تحديدا. بص بقى حضرات، هنا على ايدنا الشمال شايفين منظر العمدان النور اللي ركبوها. طبعا الاناره دي لما هتنور بالليل بتكون مخليها منظر الشارع تحفه. مع طبعا هنا الشارع جرفوه، وهيبتدي يتم تخطيط الطريق دون ويتسفلت باعلى مستويات الكفاءه ان شاء الله. هنا زي ما حضراتكم شايفين كده عمدان النور على ايدنا الشمال، مظبطين البنيه التحتيه بتاعه الطريق على ايدنا الشمال. زي ما حضراتكم شايفين كده كابلات الكهرباء وشبكات الصرف. الشارع ده طبعا بيعدي منه ميكروباصات كتير، وبيعدي منه تكدس مروري كتير، انه مناطق سكنيه وفي مناطق تجاريه كتير. ففي نفس الوقت احنا دلوقتي الشارع ده لما هيتم تطويره وهيتم التعديل فيها كده هيبقى افضل من الاول بكتير جدا. الشارع ده كان بيقف، انا مصور لحضراتكم في وقت بدري والنهارده الجمعه، فالوقت برضك ايه مناسب للتصوير والبلد فاضيه. لكن في وقت الذروه وفي وقت المدارس وفي وقت ضغطات الشغل مع تكدس المروري للسكان ومع العربيات بيبقى الوضع صعب جدا هنا في الطريق دون، بسبب كمان ان في اماكن كتير جدا مزدحمه، وبسبب كمان يا حضرات ان الشارع ده حضرات رابط الويلي بالزاوية بالحدايق، بيودي الباب الشعرية الموسكي، بيودي لميدان السواح، ماسك اماكن كتير جدا ومناطق كتير جدا. زي ما حضراتكم موضح مع حضراتكم هنا في الفيديو، الطريق هنا على ايدنا الشمال شايفين الرصيف اتعمل وعمدان نور ركبت تمام. لكن الشارع طبعا اخر مرحله هيتم تطويرها هو سفلته الطريق، وهصوره اكيد لحضراتكم في فيديو اخر لما الطريق يتسفلت ونشوف قد ايه الطريق اختلف ولا ما اختلفش، وكل حاجه هنشوفها على ارض الواقع وفي الحقيقه. واحلى حاجه هنا في القناه حضرات ان احنا بنشوف البلد على حقيقتها، وبنشوف التطور اللي بيحصل على ارض الواقع بدون اي تزييف وبدون اي مونتاج وبدون اي يعني مقدمات. زي ما حضراتكم شايفين هو انا بوري حضراتكم الحقائق وبوري حضراتكم الشغل اللي بيحصل في البلد في كل مكان. طبعا نتمنى الافضل والمزيد، طبعا نتمنى ان البلد حالها يتعدل والوضع الاقتصادي يتعدل عشان خاطر الناس تحس بالتطوير اللي بيحصل في البلد في كل مكان ده. طبعا احنا لما الاسعار تنخفض واسعار السلع الغذائيه اللي هي تنخفض، الناس هتستمتع بالبلد اكتر وهتحب التطوير اكتر وهتحب ان البلد يبقى فيها تطوير في كل مكان. ولكن لما الشعب يلاقي ان الظروف المعيشيه بتاعته اصعب، ويلاقي ان الفلوس اللي بياخدها او الراتب اللي بياخده في الشهر مش مكفي احتياجاته الشخصيه تمام، وشايف ان كل يوم الاسعار في تزايد، واسعار السلع الغذائيه المهمه اللي هي اساس الشعب واساس المواطن المصري تمام ابتدت تغلى. حتى السلع الرخيصه جدا البسيطه جدا اللي كان ممكن اي مواطن طبيعي ياكلها برضك بقت غاليه جدا، وده بظل الظروف اللي بنمر فيها في العالم كله. ده يا جماعه مش بسبب التطوير اللي بيحصل في البلد، التطوير كان هيشغال كانوا ماشيين على المرحله مظبوط، ولكن اللي حصل في العالم كله هو ده اللي اثرنا. احنا من الدول الناميه اللي بتحاول تقف على رجليها طول حياتنا، قاعدين في حروب طول حياتنا، بنمر بازمات، خرجنا من الكورونا، دخلنا في حرب روسيا واوكرانيا. طبعا البلد كانت لسه بتقوم عندنا من ثورات، فلعل وعسى الايام اللي جايه تكون افضل، وفي نفس الوقت نتمنى التطوير للبلد في كل مكان، ونتمنى ان احنا نعيش عيشه احسن. والاهم من كل ده ان احنا نعرف ان المستوى المعيشي بتاعنا يكون مرفه عن كده، وتكون الاسعار مناسبه للشعب المصري كله عشان يحس بالتطوير. احنا هنا دلوقتي حضرات في محطه الويلي، عدينا ورا كان اول الزاويه، هنا محطة الويلي يا حضرات. زي ما حضراتكم شايفين كده محطة مهمة جدا مميزة جدا. على يميننا بيكون شارع 10، شارع كله ملابس وشارع كله حاجات حيوية كتير جدا، شارع خدمات، شارع تجاري. اخر الشارع يمين ده يا حضرات نطلع على اسم الحدائق من الناحية التانية.
على طول كده يا حضرات مكملين مع حضراتكم لميدان سواح. لو حابين نطلع على المطرية، حابين نطلع على الأميرية، حابين نطلع على الكابلات، حابين نروح شبرا بنها الحرة، حابين نطلع على عبود، حابين نروح الخصوص، حابين نروح المرج، الكلام ده كله شارع بورسعيد يا حضرات بياخدنا في الاتجاه المباشرة اللي احنا ماشيين فيه. لو احنا عايزين نروح بقى يا حضرات العتبة والموسكي والويلي والزاوية، وعايزين نروح كوبري غمرة، عايزين نروح رمسيس، بنلف ونرجع يا حضرات من شارع بورسعيد. زي ما حضراتكم شايفين بصوا الطريق طبعا غير ممهد للمشي تماما. الطريق ده قبل ما هما ما يجرفوه كان اصلا رديء جدا، وكان صعب جدا في المشي، وكان بصراحه يدغدغ اي عفشه عربيه. فهو يعني هم جرفوه ولكن هو اصلا يمكن لما الجرف ظبط عن الاول. فاكيد طبعا لما هيتم سفلته، واكيد لما يتم تخطيط الطريق وعمدان النور اللي على شمال حضراتكم دي تنور، اكيد الوضع هيختلف. طبعا كان في يوتيرن ورا هنا في الاول، واليوتيرن ده كان بيسبب زحمه مروريه قويه جدا. كان في ملف يا جماعه ورا، وكان بيسبب زحمه مروريه قويه جدا. الملف هنا ظهر، عملوا الملف بعد محطه الويلي بشكل ممتاز. وبصوا عمدان اناره 4 مستويات للنور فوق زي ما حضراتكم شايفين. بصوا الشغل في كل مكان، جارفين المكان وجارفين البلد عمدان نور. فالبلد فيها شغل وفيها تطوير، البلد فيها شغل، البلد مش نايمه، البلد كل يوم فيها تطوير، كل يوم في منطقه جديده بيتم انشائها. طب احنا دلوقتي هنا بنصور في شارع بورسعيد، انا متاكد 100% ان مش شارع بورسعيد بس هو اللي بيتطور في البلد، لا ده هو الشغل في كل البلد، في جميع انحاء البلد الشغل. فاحنا لما نشوف بلدنا بتتطور وبنشوف بلدنا بالمنظر دون وبنشوفها للافضل، الحاجات دي يا جماعه احنا اللي هنستفاد بيها، وهتفيد اجيال قادمه كتير جدا. احنا لما كنا في سننا، انا في سني ده حضرات، لما طلعت كده على وش الدنيا وابتديت اسوق وامشي في الطريق، ماشي في الطريق اللي اجدادي والناس اللي قبل مني هم اللي رسموه لي. طب ما بالك احنا الفتره اللي جايه دي، الكلام ده كله يا جماعه احنا هنستنفع بيه، والاجيال اللي قادمه هتستنفع بيها. وما تنسوش ان احنا التعداد السكاني بتاعنا كبير جدا. احنا شعب اللهم صل على النبي داخلين على 100 وشويه مليون، 110 120 مليون. ده غير الناس اللي ساكنه هنا في بلدنا، ده غير اللاجئين، ده غير السياح، ده غير الناس اللي سايبه بلادها. فاحنا عندنا جنسيات. مصر فاتحه بلادها وفاتحه دراعاتها لكل جنسيات العالم، ولكل شباب العالم، ولكل نساء العالم، ولكل عائلات العالم، وفي نفس الوقت شايله سكانها الاصليين. رغم كده البلد متأثرة باقتصاد، ومتأثرة بسبب الوضع العالمي، ومتأثرة بسبب الحروب. ورغم كده الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا ساطرها معانا، والحمد لله ان البلد في الاول وفي الاخر في افضل حالاتها. احنا دلوقتي هنا حضرات عدينا محطة الويلي، عدينا محطة الزاوية، طالعين كده مباشرة لميدان السواح. تابعوني وهنشوف مع حضراتكم في الفيديو. احنا هنا دلوقتي يا حضرات على ميدان سواح، تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا شغل وتطوير في المكان، وشايفين الرصيف اهو بيتعدل وبيتم تطويره وبيرصفوا المكان. شايفين الراجل هناك اهو يا حضرات ماسك لوح من الاسفلت. هنا يا حضرات ده الكوبري اللي بياخدنا لو احنا جايين من عبود، لو احنا جايين من طريق شبرا بنها الحرة، واحنا جايين من ناحية المظلات. الكوبري ده يا حضرات بياخدنا وبيرمينا الناحية التانية ناحية سواح. بصوا هنا على ايدنا اليمين الكشاك ابتدت تفتح تحت الكباري بشكل ممتاز جدا زي ما حضراتكم شايفين كده ومتابعين معايا في الفيديو. احنا هنا كده يا حضرات في ميدان سواح. طبعا الكوبري اللي على يميننا ومنطقه الكباري اللي حصلت دي كلها تم تطويرها واتعملت بشكل ممتاز. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى اشوف وش حضراتكم في فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.